بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الهادين المهديين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديثنا عن القلب. والقلب هو الحقيقة الإنسانية الباطنة، وهو لوح الحقائق، وهو بيت الرب وعرش المتجلي، وقلب الشيء يعني ذاته وحقيقته. القلوب أوعية الحق أودع فيها أنواره وخزائن الغيب المليئة بأسراره، وعرش الرب الذي استوى عليه برحمانيته. القلوب أشرف ما في الإنسان، لأنه هو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى برحمته وحنانته ومحبته. فالله تبارك وتعالى هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إذا طفى القلب ووفى، فإنه يكون هو العالم بالله وبأيام الله وبإحكام الله وبحكمة أحكام الله. من أجل ذلك يعمل بالتقوى ويكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، مطهرا من كل زيغ ومطهرا من كل عيب، ليس فيه مرض لكنه قلب سليم. الله سبحانه وتعالى يزكيه ويقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإنما الجوارح بالنسبة للقلب، العبرة في الإنسان بقلبه، إنما الجوارح بالنسبة للقلب كالعبيد بالنسبة للملك، يعملون بأمره ويأتمرون بما يشاء ويفعلون ما يريد. ولذلك قال العارفون أن أعمال القلوب مع الله عز وجل هي أفضل بكثير من أعمال الجوارح، لأن العبرة في العمل هي بسلامة النية وبسلامة القصد لله تبارك وتعالى. ومن عرف القلب ومن عرف قلبه فقد عرف ربه سبحانه وتعالى، لأن المعرفة أساسها في القلوب. واستمع إلى الله سبحانه وتعالى عندما يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فكما زين الله تبارك وتعالى سماء الدنيا بمصابيح، فإنه سبحانه وتعالى زين قلوب الأولياء بالمعرفة وجعل فيها مصابيح الهداية، وزين قلوب المحبين بالشوق، وزين قلوب المتوكلين باليقين، وزين قلوب الأولياء بالخوف والرجاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي زين قلوبنا بما يشاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة مقبلة على الله سبحانه وتعالى بالكلية، إنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. ولهذا يعلمنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا. ليست الأجسام والصور هي محل نظر الله تبارك وتعالى، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من أجل ذلك هيا أيها الأحباب نتعرف على القلوب وأسرارها وأحوالها وأمراضها. لما قست القلوب في زماننا؟ لما تغيرت أحوال القلوب بين الناس وبعضهم البعض؟ لما تقل المحبة بين الناس؟ أليست المحبة في القلوب؟ هيا نعمر القلوب بذكر المحبوب عليه أفضل الصلاة والسلام حتى ننال محبة علام الغيوب سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى بين لنا أن العبرة في النهاية كما قلت بالقلب السليم. فإذا لم يكن الإنسان قلبه سليما أو لم يكن قد وصل بعد إلى درجة السلامة الكاملة حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بها، فإن عليه أن يتقرب من أهل القلوب السليمة. إن لم يكن هو كذلك فإن عليه أن يسعى ليتقرب إلى من كانت قلوبهم طاهرة مطهرة، حتى ينال بقربهم وبطهرة قلوبهم
ما يمكنهم بعد ذلك من أن يكون له قلب سليم. يقول الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم: سئل رجل: أنت قليل العلم والعمل، فمن أين لك ما أنت فيه؟ أنت قليل العلم والعمل، فمن أين لك ما أنت فيه؟ يعني من الهداية، من النور، من الاستقامة، من إجابة الدعاء، من أين لك ما أنت فيه؟ قال: تقربت إلى قلب عامر بالله، فنظر الله إلي منه فقربني فضلا إليه. وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينظر إلى قوم في قلوب آخرين. إن الله ينظر إلى قوم في قلوب آخرين، ينظر إلى قوم في قلوب أهل المحبة، أهل القلوب السليمة الطاهرة، فيقربهم الله سبحانه وتعالى إذا كانوا عندهم أو إذا كانوا في قلوبهم. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: نفس بقلب سليم رفعة ورضا. نفس واحد بقلب سليم رفعة ورضا، و1000 عام بلا قلب كلحظات. الجسم بالقلب يترقى إلى رتب، والجسم من غير قلب في الضلالات. من أجل هذا تعددت وتنوعت القلوب، يعني القلوب ليست نوعا واحدا. ونرجع إلى حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: القلوب 4، وذلك حتى يبين لنا حقائق القلوب وأنواعها، فيختار كل واحد منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له القلب الذي يريد أن يسكن فيه، أو القلب الذي يريد أن يتعايش معه. الحديث يقول: القلوب 4: قلب أجرد فيه سراج يظهر. ومعنى أجرد تجرد عن الحظ والهوى، ليس فيه مرض، مجرد من الأغيار، كشفت له الحقائق وظهرت له الأنوار. قلب أجرد فيه سراج يظهر، وهو قلب المؤمن. وقلب أسود منكوس، وهو قلب الكافر. وقلب أغلف مربوط عليه بغلاف، وهو قلب المنافق. وقلب تصفح فيه الإيمان والنفاق، وهو القلب الرابع. عندنا الآن 4 أنواع من القلوب: قلب أجرد، قلب منكوس أسود، قلب أغلف وهو قلب المنافق. النوع الرابع قلب تصفح فيه الإيمان والنفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. النبات يمد من الأرض بالماء الطيب. ومثل النفاق فيه كالقرحة يمدها القيح والصديد، فأيهما غلب عليه حكم له به. وهذا يدل لنا على أن القلوب ليست نوعا واحدا، بل القلوب 4 في حديث حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تكلم العارفون وبينوا في علوم القلوب أسرارا كثيرة. بل نرجع أيضا إلى حديث حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأوليات. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لله آنية في الأرض وهي القلوب، فأحبها إلى الله أصفاها، وأصلبها وأرقها. أصفاها من الذنوب، وأصلبها في الدين، وأرقها على الإخوان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذه هي آنية الله عز وجل في أرضه، وأحبها إليه سبحانه أصفاها وأصلبها وأرقها. أصفاها من الذنوب لأن القلب خالي من العيوب، وأصلبها في الدين أن الله سبحانه وتعالى يحب القلب القوي المتين صاحب اليقين والتمكين. وأرقها على الإخوان ومعاملة الناس. هذه هي القلوب، أو هذه الآنية، وتلك هي القلوب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وسيدنا داود عليه السلام يسأل ربه تبارك وتعالى: يا ربي، لكل ملك خزانة، لكل ملك خزانة، فما خزانتك؟ فيجيبه المولى سبحانه وتعالى: إن لي خزانة أعظم من العرش، وأوسع من الكرسي، وأطيب من الجنة،
وأنور من الشمس، ألا وهي قلب عبدي المؤمن، تحقيقا لقوله سبحانه في الحديث القدسي: ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. وكان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل سئل ذات مرة: أين الله؟ أفي الأرض أم في السماء؟ ماذا تتوقعون أن تكون إجابة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ مع علمنا جميعا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان والمكان والجهة، فيجيب صلى الله عليه وسلم السائل بقوله: الله في قلوب عباده المؤمنين. الله في قلوب عباده المؤمنين، ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. القلوب أيها الأحباب متقلبة، ليست على حال واحد، ولكنها متغيرة وليس على ثبات محدد. ولذلك كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ونحن نعلم أنه ليس هناك قلب كقلب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حقيقة مؤكدة، وليست هناك نفس كنفس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه قلب خالص لربه سبحانه. ولكنه مع ذلك يعلمنا أن لا نركن ولا نأمن لجانب الله عز وجل أمنا يجعلنا والعياذ بالله نعتقد أننا انتهى الأمر بالنسبة لنا وأصبحنا في حالة أقرب إلى الله عز وجل ما نكون، لكنه يدعو ربه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أو تخاف يا رسول الله؟ أو تخاف يعني أنت تكثر من قول يا مثبت القلوب، أو تخاف يا مقلب القلوب ثبت قلبي، أو تخاف يا رسول الله؟ فيجيب صلى الله عليه وسلم بمنتهى الخشوع والخضوع فيقول: وما يؤمنني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. وفي لفظة أخرى للحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهذا يعلمنا الأدب في حضرة الله عز وجل، أن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة من مراتب القرب وتعتقد أن قلبه طاهرا ونظيفا وسليما، ولكنه دائما وأبدا يسأل ربه سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه كما يقول العلماء. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا حقيقة تقلب القلوب بين الإيمان، بين البعد، بين القرب، بين الجهالة، بين العلم، بين كذا وكذا. يقول وهو يضرب لنا المثل: مثل القلب في تقلبه كمثل العصفور ينقلب كل ساعة. هذا القلب كمثل العصفور لا يثبت على حال لكنه متقلب. ويقول مثل القلب أيضا في مثل آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل ليقرب به الحقيقة ويؤكد به المعنى، فيقول في مثل آخر لتقلب القلوب: مثل القلب كالقدر إذا استجمعت غليانها. القدر إذا غلت وصارت وتحركت، فكذلك القلوب في تغيرها وفي تقلبها وفي فورانها. ويقول في مثل آخر عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا ببطن. تخيل هذا، القلب ريشة تتقلب بين هذا وهذا، بين القرب، بين الفرح، بين السرور، بين الحب، بين الكراهية، بين الإيمان، بين كذا بين كذا، كل ذلك يتقلب فيه القلب. ولذلك يقول سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه: الذي صفى قلبه لأنه أحب ربه حبا لا نظير له ولا مثيل له، فيرى ربه بقلبه. الله
الله لا يرى سبحانه وتعالى بالعين، بعين الرأس، لكنه كما يقول الصوفية قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش ترى رضوان رب العالمين. هكذا يقولون في قلوب العارفين. فماذا يقول الإمام علي كرم الله وجهه وهو إمام العارفين؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت الذي حلت كل عين بحيث لا أين ثم أنت، فليس للأين منك عين فيعرف الأين أين أنت، وليس للوهم فيك كيف فيعرف الوهم كيف أنت. أحط علما بكل شيء فكل شيء أراه أنت، وفي فنائي فلا فنائي وفي فنائي رأيت أنت. الإمام سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه بيدينا صورة من الصور يعني التجرد الكامل لله عز وجل حتى يرى ربه بقلبه سبحانه وتعالى في كل حال من الأحوال. وهنا أيها الأحباب نرجع إلى أن القلب كما يشبهه العارفون كالحصن. قلبك هذا قلعة، حصن حصين، الله سبحانه وتعالى خلقه على الفطرة قابلا لأن يكون ومهيئا لأن يكون في معية رب العالمين على الدوام. لكن هذه القلعة وهذا الحصن الحصين الشيطان يريد أن يدخل إليه، لا يريد أبدا أن يكون هذا القلب خالصا لربه سبحانه وتعالى، وإنما يريد أن يقتحمه وأن يدخل فيه ويسكن فيه. والله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يحب أن يرى في قلب العبد له شريكا. الله لا يحب أن يرى له في قلب العبد. القلب بيت الرب، القلب بيت الرب فطهره له بالحب، ولذلك ينظر الله إليه، فإن وجد فيه شريكا له فالله سبحانه وتعالى أنت وما أشركت، ما دمت أشركت بالدنيا وأشركت بالمال وأشركت بالولد وأشركت بكذا وكذا في قلبك، الله أغنى الأغنياء عن الشرك. ولذلك يشبهون هذا القلب بالحصن أو بالقلعة المنيعة، ولكن لها أبواب متعددة. هذه الأبواب لابد عليها من حراسة، وإلا دخل الشيطان من أحدها. وهذه الأبواب كثيرة ومتنوعة، والشيطان له حيله وله مكائده التي يريد أن يدخل إلى هذا الحصن وتلك القلعة من هذه الأبواب المتفرقة. ما هي الأبواب التي ممكن أن يدخل منها القلب، التي يدخل إليها، التي يدخل القلب منها هذا الشيطان اللعين وجنوده والعياذ بالله رب العالمين. يدخل من باب الحسد، يدخل في قلبك يزين لك الحسد ويجعلك حاسدا للناس وأنعم الله تبارك وتعالى، أو يدخل من باب الحرص، أو يدخل من باب الطمع. أرأيت إبليس كان قبل أن يكون إبليسا كان مع الملائكة يعبد ربه وكان أعلم الملائكة، ولكنه لتقدير وحكمة أرادها المولى سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم خليفة عنه في أرضه، وقال للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إبليس بمفرده وحده هو الذي حسد آدم نفسا، مجرد نفس، مع أنه عبد الله 70,000 سنة، عبد الله 70,000 سنة، ولكنه طرد لأنه حسد هذا العبد المخلوق الخليفة عن الحق، حسده نفسا واحدا، فذهبت عبادته هذه أضراد الرياح وأصبح وطرد من رحمة الله عز وجل. إذا باب الحسد، وطبعا هذا يحتاج إلى تفصيل كثير لهذه الأبواب، لكن نقولها مجملة لعلنا ربنا سبحانه وتعالى يفقهنا ويجعلنا حراسا على هذه الأبواب فلا يدخل منها الشيطان. الحسد، الحرص والطمع، الغضب والحدة، هناك التهور، هناك العجلة وترك التثبيت، هذه من أمراض القلوب التي يدخل منها الشيطان، أو هذه هي الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى القلوب. حب المال والطمع والحرص عليه، التعصب في الدين وليس التعصب للدين، فهناك فرق بين هذا وذاك. التعصب في الدين أمر منقول لأنه يوجد العداوة والبغضاء والتفرقة والتنازع،
لكن التعصب للدين هو المطلوب. من الابواب ايضا هذه التي يدخل منها الشيطان الى القلوب التعصب في الدين. وقد يدخل الانسان من ابواب غريبة، مثلا يزين له التفكير في ذات الله عز وجل، والشيطان يدخل في هذا الباب بالتحديد عند عامة الناس الذين لا علم لهم بصفات الله واسمائه سبحانه وتعالى، ولذلك يصور لهم الله ما شكر الله ما كذا ما كذا وكذا، يجعلهم يتفكرون في ذات الله عز وجل ليهلكهم. وهذه ايضا من الابواب الدفينة التي يدخل منها الشيطان. قد يزين له، او من الابواب التي يدخل اليها سوء الظن بالمسلمين. هو يزكي نفسه ولكنه يسيء الظن بغيره ويعتقد ان الاخرين هلكة. ولذلك يحذرنا الامام ابو العزائم رضوان الله عليه، يقول لنا اياك ان تفتح قلبك، اياك ان تفتح عين رأسك على عيوب الناس فلا تبصر الا هي. ويقول في حكمة من حكمه الجميلة: عيون الرأس اذا فتحت، عيون الرأس اذا فتحت رأت عيوب الغير، هتشوف عيوب الاخرين. وعيون القلب اذا فتحت رأت عيوب النفس فجاوتها فرأت الجمال الالهي. يعني هناك عيون الرأس تفتح على عيوب الناس، لكن افتح عين قلبك على عيبك حتى ترى ما فيه وتسارع الى مداراته او مداواة هذه العيوب حتى تكون. من الابواب التي قد يدخل اليها الشيطان والعياذ بالله الفرح بالطاعات. يعني حتى القربات يدخل الشيطان للإنسان يزينها له ويعتقد أنه أصبح بهذه القربات في منزلة رفيعة عالية، حتى أنه يعتقد ويقول له لقد رفع عنك التكليف. لماذا؟ لأنك وصلت إلى مرتبة عالية من مراتب القرب لله عز وجل، ولا داعي، دع هذا لصغار المبتدئين أو السالكين. وهذه أيضا من المدارج، أو هذه من الأشياء الأبواب التي يدخل منها الشيطان فيزين للإنسان أنه يعني يعتقد أنه بقربه هذا وصل إلى أعلى المراتب من الله سبحانه وتعالى. هيا بنا أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعلم، هل هناك قلوب قاسية وقلوب لينة هينة خاضعة؟ نعم، بل إن القلوب القاسية في زماننا هذه أكثر. لماذا؟ نريد أن نعرف لماذا تقسى القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول أن هناك قلوب قاسية، ويقول في موضع آخر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني هناك القلوب الهينة اللينة الجميلة الوديعة، لكن هذه القلوب قد تقسو والعياذ بالله فتكون أشد في قسوتها أشد من الحجارة. الحجارة بيتفجر منها الماء والأنهار، لكن هذه القلوب في قسوتها لا يتفجر منها إلا كل شر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الله سبحانه وتعالى يدعوهم لأن تكون قلوبهم خاشعة هينة. الحديث عن القلوب أيها الأحباب كما قلنا حديث ذو شجون، ولذلك لا ينتهي، لأن العارفين بالله جعلوا للقلب في علومهم معرفة كبيرة. فنسأل الله العلي القدير سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا خاشعا منيبا خاضعا سليما هينا لينا طيعا في طاعة الله تبارك وتعالى حتى نأتي الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.